السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم محمد من حكاوي من أمريكا. أول حاجة عايزكم تصلوا على رسول الله. ودايما انتوا عارفين القناة بتاعتنا دين ودنيا. احنا هنتكلم في موضوعات مهمة الحلقة ديت ان شاء الله، مش هطول عليكم، ولكن جالي استفسارات كتير. مين الشهادات بتاعته اللي هتكون مرغوبة في أمريكا؟ هل الشهادات بتاعتي هتصلح لأمريكا؟ طيب أنا لو جاي على أمريكا هاجي أعمل إيه؟ هينفع أجي أمريكا أساسا؟ طب وإمتى تكون يعني أمريكا ممكن مش كويسة أبدا بالنسبة لي يعني. طيب الأول خلينا نتكلم على الشهادات يا جماعة، ومين اللي أشجعه بقوة إن هو يجي أمريكا، وهقول له يلا شد حيلك وشوف لك طريقة، المهم تكون موجود في أمريكا. طبعا أول حاجة في نوعين. انا مش هتكلم على اللي هو الناس الهايلي educated اللي هم يعني عندهم شهادات عالية، دكتوراه، علماء في مجال معين، نابهين في سيكشن معين من العلم او حاجة زي كده. طبعا دول عارفين سكتهم، وامريكا اللي بتجري وراهم مش هم اللي بيجروا وراها. انا هتكلم على الناس اللي هي 99% من الناس العادية، بيبقوا مقسومين نصين، يا اما كليات عادية نظرية، آداب، تجارة، حقوق عندنا تعتبر في مصر من الكليات النظرية العادية، أو طبعا في كليات القمة، هندسة وطب وكده يعني. بالنسبة للطب برضه هم عارفين السكة بتاعتهم، ويقدروا يعملوا معادلات معينة ويجوا. أنصحهم سواء المهندسين أو الدكاترة إن هم ما يفكروش إن هم يجوا الأول وبعدين يعملوا المعادلات، لا، يبتدوا في المعادلات بتاعتهم من بلدهم ويمشوا فيها جزء كبير جدا وبعدين يجي على أمريكا. ما تجيش من البداية تبتدي المعادلات في أمريكا. ده بالنسبة لأي حد عايز يعادل شهادته، خاصة المهندسين والدكاترة. وطبعا لو أنت محاسب أو برضو كذا وكذا وكذا، لازم تفكر ان انت تبتدي من بلدك الاول. طيب لو انا بقى حرفي، والله انت لو حرفي وحرفي كويس، انت باب السعد اتفتح لك يعني. لان طبعا كل الحرفيين مطلوبين في امريكا وبشكل كبير جدا. نجارين، سباكين، يونيمت بقى، تبريد وتكييف. هنا بيبقى اسمهم بتوع التبريد والاتش فاك، اللي هو لان في نظام تبريد وتدفئه خاص ويعني مختلف عننا يعني. الناس بتوع السباكه طبعا، ودول ما يخافوش، ودول هيبقوا محتاجين بس ينظموا شويه حاجات قبل لما يجوا امريكا. ويجوا يعني مش محتاجين ان هم يذاكروا او يعملوا او اي حاجه، بس يا دوبك شويه انجليزي بسيط جدا، وربنا يوفقكم. اشجعكم جدا جدا ان انتوا تيجوا امريكا. طيب بالنسبه، خلينا نبتدي للجزء الاولاني. ان الكليات النظريه، محاسب، راجل بتاع بيزنس، ماركتينج، فاينانس، كل الشغلانات ديت، اداب. طيب انت لو معاك الشهادات ديت، ربنا وفقك، خدت اللوتري او هتيجي امريكا باي شكل او اخر، طبعا لازم اللي انت اول حاجه تعملها قبل لما تحط رجلك في امريكا، تذاكر انجليزي، يكون نسبه الانجليزي بتاعك معقول جدا، يعني تيجي هنا تفهم وتتفهم علشان تقدر تمشي امورك. تاني حاجه لازم تعرف كويس قوي انت هتعمل ايه. يعني الشغلانه اللي انت هتبتديها لازم تبقى عامل استراتيجي واضحه، يعني لازم يبقى في خطه واضحه ليك. انت هتبتدي ازاي، هتعمل ايه، هتروح فين، هتيجي منين، أنهي ولاية اللي هتنزل عليها، أول 3 شهور، وبعد كده أول 6 شهور، وأول سنة لازم تكون مخلص إيه وأنجزت إيه وعملت إيه، وتحط كذا استراتيجية واضحة. أديكم مثال. أنا دلوقتي راجل محاسب، قبل لما أجي أمريكا، ربنا وفقني إن أنا هاجي أمريكا. قبل لما أجي أمريكا هكون ذاكرت إنجليزي خلاص. مهم جدا إن أنا أعرف لغة البلد، وعلى فكرة الكلام ده بينطبق على معظم الدول الأوروبية كمان. طيب وبعدين أشوف، أنا راجل بقالي مثلا 15 سنة محاسب، 10 سنين محاسب، إذا وأنا عايز أكمل في الحسابات، أشوف فرص الحسابات إيه في أمريكا. هبتدي أراسل الجامعات وأشوف لو أنا هعمل معادلة وهاخد الورق بتاعي من الكلية اللي أنا أقدر أعادله. وده مش قصة، وممكن تعادله من وأنت في مصر، تبعت لهم وتدفع الفلوس، لأن هو بياخد من 2 ل3 شهور المعادلة، ممكن تاخد أكتر.
وهيقول لك والله الشهاده بتاعتك هتكون معترف بيها عندنا في امريكا لو انت ذاكرت المواد الاتيه، ويقول لك المواد ديت خلاص. وبعديها تقدر تشتغل محاسب. او ممكن تنط وتعمل ماجستير على طول وتشوف المواد اللي هي مطلوبه في الماجستير. ده لو في حاله اللي انت جاي وعايز تشتغل عمل مكتبي في الحسابات مثلا، انا ارشحه لك بقوه. وليك مجال تاني، ليك مجال الضرايب. الضرايب مش محتاجه كل القصه دي، محتاجه ان انت تذاكر الكورس بتاع الضرايب وبعد كده تقدم على طلب ان انت تشتغل محاسب ضرايب في امريكا، وبتدفع الرسوم بتاعته، بيتقبل على طول يعني في معظم الولايات ما عدا كاليفورنيا ونيويورك بيبقوا صعبين شويه. وتقدر تشتغل في موسم الضرايب وشغلانه مكتبيه وتبتدي بيها معقوله جدا جدا لغايه لما تفتح البيزنس بتاعك بعد سنه سنتين، مش مشكله انت وشطارتك. يبقى دول الكليات النظريه بسرعه، وممكن لو انتوا عايزين نتكلم عليهم بتفاصيل اكتر. الناس بقى المهنيين زي ما قلنا مش محتاج يذاكر انجليزي قوي، محتاج يعرف هو رايح فين وجاي منين، هيطلع على امريكا، هيقعد فين، انهي ولايه، هيشتغل ايه، وهيشتغل فين الاول. طب انا سباك، انا نجار، في شركات معتمده يا جماعه بتقدر تشتغل فيها، وبعد لما بتشتغل فيها بتاخد اللايسنس اللي انت سباك معتمد، او اللي انت مقاول، هم بيسموهم هنا مقاولين، مقاول سباكه، مقاول تبريد وتكييف، مقاول كهرباء، الدراي وول والفريمنج. دول يعني ممكن بتاخد لهم لايسنس بسيط، مش مقاول ولا حاجه لان هم بساط. وخلينا نتكلم في كل واحده من دول بالتفاصيل بعد كده ان شاء الله، انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه. كان معكم محمد من حكاوي من امريكا، وان شاء الله ربنا يوفقكم، وما تنسوش تصلوا على رسول الله. اي سؤال حطوه في الكومنتس هرد عليه، وهنعمل سلسله حلقات ان شاء الله تساعدكم ان انتوا ما تجوش تتوهوا في امريكا، بل بالعكس وانتوا جايين تبقوا عارفين انتوا هتعملوا ايه بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.